الخطيب يتفق مع مدرب منتخب مصر السابق لتدريب الأهلي. اتقال ان الخطيب بنفسه اتصل بالبرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق وده لقيادة الأهلي خلال الفترة اللي جاية، واتقال ان الاتفاق تم بالفعل على ان روي فيتوريا هياخد مع الأهلي 215 ألف دولار في الشهر، وده شامل الجهاز المعاون، بالإضافة ان مدة العقد هتكون سنتين وقابلة للتجديد مع إمكانية المراجعة بعد نهاية الموسم الأول، وده بناء على النتائج. وكمان الخطيب سأل اللعيبة اللي اتدربت تحت منه قبل كده لما كانوا مع منتخب مصر، واللي هم الشناوي وامام عاشور وزيزو وتريزيجيه، واللعيبه رحبت بالتعاون معاه مره تانية، وده اللي خلى الخطيب مصر على التعاقد معاه. ولكن في مشكله واحده بس في الصفقه دي، وهي ان روي فيتوريا متردد حاليا بين انه يكمل في اوروبا او انه يقبل عرض الاهلي، وطلب من الخطيب مهله قصيره علشان يفكر قبل ما يرد عليه الرد النهائي. ففي وجهه نظرك يا معلم، هل انت مع ان روي فيتوريا يكون مدرب الاهلي الجديد ولا لا؟ انا عن نفسي ضد القرار ده جدا، وشايف ان الاهلي يستحق مدرب افضل من كده بكتير، ولكن مش مهم رايي انا، مهم رايك انت. سيبولي في التعليقات.